صباح الخير. نازله الساعه 7 الصبح عشان اقابل صحابي، ومكان فاضي تماما 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 بجد، مكان ما فيهوش اي حد خالص. هوريهولكوا، وكل ده عشان اقابل صحابي، عشان صاحبتي كلمتني تعالي مش عارفه ننزل مش عارفه ايه وكده. لما تيجي تخرج من الساعه 7 الصبح اليوم هيكون عامل ازاي وايه اللي هيحصل؟ يلا بينا. استنى هوريكم المكان. بصوا المكان بجد فاضي خالص، يعني لو اتقتلت هنا اصلا محدش هيعرف. فاضي فاضي بجد، وكل ده الاستاذه لسه تايهه اصلا. فاضي خالص. الناس مستشفى، مفيش اي حد خالص. نفطر بقى، بس مستنيه صاحبتي يعني. نفطر. الانتظار ده اوحش حاجه في الدنيا، يعني بدات توجعني وعايزه انام اصلا بقى. وهنا اكتشفت ان هي عدت اساسا من قدام مايك وما خدتش بالها من الباب، وراحت وقفت في حته تانية خالص. مين جه؟ وبعدين حملت ابلكيشن ماكدونالدز ودخلت عليه. هو كان منزل عروض جدا على الفطار، فكان اول عرض عندهم رايب بالبيض والجبنه وفلافل ومشروب 45 جنيه بس. طلبنا لما نشوف فطار مكة هيكون عامل ازاي بقى. ده البيض بتحبكي بقولك، ده البيض ريحته بيض. ده البيض ريحته بيض. البيض الأول، بما اني مش اكتر حد بيحب البيض فانا هجرب البيض ده. وهنا كنت بدأت اجربه. هو يعني الوهلة الاولى ما كانتش احسن حاجة، بس بعد كده ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ بس بعد كده بجد طعمه بقى حلو جدا، ويعني كان مميز بطريقة يعني كأني ما اكلتش بيض قبل كده حرفيا. وطعمه عجبني قوي 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 حقيقي، ولو جربتوه هيعجبكم جدا. ودي مش دعاية، بس هو بجد السندوتش كان حلو. وده كان الفلافل. طبعا انا اصلا من الناس اللي ما بتحبش الطعمية اساسا، بس كنت عايزة اجربه. يعني هو لو حد بيحب الطعمية هي هتكون حلوة قوي بجد، لكن لو حد ما بيحبش الطعمية هتكون مش احسن حاجة، بس برضو كان طعمها حلو. يعني حاولت ان انا اكله بما اني طلبته. برضو لو جربتوه هيعجبكم جدا. خرجنا كان الجو بيمطر، ستايلات كتير شفنا ستايلات هدوم كتير جدا، فقلت اجرب معاك كذا ستايل. اول حاجه ده كان صوت كده كان تحفه بجد قوي، والرسمه بتاعته كانت لذيذه وكان واسع، يعني من اهم حاجه فيه. فالديزاين بتاعه كان لذيذ قوي، بس كان حلو يعني، بس ممكن لون تاني هيبقى ألذ. قولولي رأيكم. طبعا تاني حاجة ده كان بنطلون جلد، يعني مش من الناس اللي بلبس جلد، بس قلت اجربه. كان هو مفروض واسع بس هو ما كانش واسع عليه، مش فاهمه ليه. وكل طبعا كل الشميز اللي نازله كلها قصيره كده، فلو مش فاهمه بجد يا جماعه هتلبسوا ازاي؟ بس برضو قولوا لي رايكم. ده تالت واحد برضو لذيذ، يعني ده شروال غير التاني اللي كنت لابساه، اللون قريب منه شويه، نفس اللون بس هو برضو كان ستايل تاني خالص ولذيذ. قولوا لي برضو رايكم، قولوا لي حلو ولا، وهل كان عايز لون تاني متهيألي غير البني. وده برضو ستايل تاني بالبنطلون الجلد، وعليه برضو ده زي سويت شيرت بس قصير برضو، فما عجبنيش قوي، بس انتوا قولوا لي حلو ولا لا. يعني ما حسيتوش احسن حاجه برضو.
هي الديزاينات كلها اللي نازله حرفيا غريبه جدا. قولولي اني واحد عجبكم اكتر. عايزه ارجع وانا عايزه اكل. فاتني زهقتي. انا بحب الجلد قوي. 900 جنيه. ما بحبش الجلد خالص. ده بكام؟ 900 جنيه برضه. ايه القرف ده؟ عندهم حاجه اسمها مياده. ميادة صغير. 20 جنيه بتتكلم. 20 جنيه بتتكلم. ما عندهمش ايس كريم. انا عايزه ايس كريم. قولوا له سوري احنا كنا عايزين ايس كريم وما لقيناش في المنيو بتاعنا. ده كان الديكور بتاع المكان، بجد كان لذيذ قوي قوي، كان عاجبني جدا. كنت حاساه رايق كده وهادي وكان لذيذ. وهنا الجو بقى بدأ يمطر، فخرجنا برا. اصلا كان شكله جامد قوي. الجو قعد يمطر كتير جدا وكان بجد حلو قوي. الواحد قاعد يدعي كتير قوي. بس من اهم حاجه الجو بيمطر. شايفه حاجه؟ بس انا موجود. وجايبين ايه؟ جايبين ايس كريم. تمام. فدي اهم حاجه يا جماعه يا تعملوها. ماما الورق بيقع. هو بعيد عن الهزار في الفيديو او ان انا جربت معاك كذا حاجه، انك انت تنزل تتمشى ايا كان لوحدك او مع حد، بجد دي حاجه حلوه جدا. حتى لو مش هتصرف اي حاجه خالص، هتنزل بس تتمشى. لازم دايما يبقى فيه وقت عارف تفصل فيه، عارف تعدي فيه مواقف حصلت في حياتك. طبعا انا واصحابي من اكتر الناس اللي بنتقابلش كتير، بس يوم ما بنتقابل بجد يعني بنفضل بقى قاعدين مع بعض وبنهزر وبنتعامل كأننا على طول سوا. بس دايما خلي عندك وقت عارف تفصل فيه، عارف تخرج فيه، تغير جو، تعمل حاجة جديدة، تشارك حد جديد، حتى تلعب لعبة جديدة. لازم دايما يبقى فيه تجديد في حياتنا ايا كان. وبعدين اليوم بقى خلص وانا روحت، وقولوا لي الفلوج عجبكم ولا لا. باي.